أبنائي وحبايبي طلاب الثانوية العامة، والنهاردة خصوصا مع طلاب الصف الأول الثانوي. وطبعا اللي مع أولى بياخدوا تالتة، فإحنا هنضرب عصفورين بحجر. يعني الكلام مخصص لسنة أولى والكلام موجه لسنة تالتة، لأن اللي بتدرسه في أولى وتانية بتدرسوه في تالتة. النهاردة إحنا هنتكلم في فنيات مهمة جدا خاصة بإعمال المشتقات. طبعا المشتقات عليك في سنة أولى وعليك في سنة تالتة ثانوي، فالكلام ده موجه لأولى وتالتة، وكلام مهم وفيه بعض الفنيات المهمة جدا. كل اللي مطلوب من حضرتك تركز معايا. معاك قلمك، معاك دفترك، معاك كشكولك، معاك ورقتك، أي حاجة، وسجل كده وشوف أي معلومة مفيدة حسيت إنها جديدة عليك اكتبها، عيد الفيديو وكرر وسجل المعلومة معي. هنتكلم في بعض الفنيات المهمة جدا الخاصة بالمشتقات، سواء اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صيغ المبالغة. وطبعا احنا عارفين إن إعمال المشتقات اللي بيسري على اسم الفاعل بيسري على اسم المفعول بيسري على صيغ المبالغة. العمل واحد بالنسبة للثلاث دروس، فالشروط واحدة، ولكن في اسم الفاعل بيبقى فيه اختلاف بسيط احنا هنتكلم فيه. خلينا متفقين دايما ان الكلام اللي انا هقوله سواء على اسم الفاعل هينطبق على اسم المفعول، هينطبق على صيغ المبالغة. عشان ما اطولش عليكم، احنا عارفين ان اسم الفاعل او اسم المفعول او صيغ المبالغة عشان يكون عامل ويعمل عمل فعله لابد من توفر شروط. يعني ايه عامل؟ عامل يعني بيؤثر في الكلمة اللي بعده إعرابيا. يعني بناء على عمل اسم الفاعل هنشوف الكلمة اللي بعده هل فاعل، هل فاعل ومفعول، هل فاعل ضمير مستتر ومفعول به. بمعنى إذا كان اسم الفاعل من فعل لازم فطبيعي إنه هيرفع فاعل فقط، وعارفين إن الفعل اللازم هو الفعل اللي بيكتفي بالفاعل مش محتاج المفعول به. طيب لو كان المشتق بتاعي ايا كان اسم فاعل او صيغه مبالغه او اسم مفعول من فعل متعدي، والفعل المتعدي اللي لا يكتفي بالفاعل انما بيحتاج لمفعول به، يعني الفعل المتعدي بيرفع فاعل وينصب مفعول به، سواء كان الفعل ده اسم ظاهر او ضمير مستتر. طيب ايه الشروط بتاعتنا؟ الشروط بتاعتنا اللي هتمشي على الثلاث مشتقات موضوع اليوم انه يكون مقترن بأل، انه يكون معرف بأل. في الحالة دي لو عرف بأل فانه بيعمل بدون شروط. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ هتجيب اسم الفاعل او المشتق بتاعي اسم الفاعل وصيغ المبالغة، لان اسم المفعول عارفين انه على طول من فعل مبني للمجهول فاللي بعده نائب فاعل. بنجيب اسم الفاعل نشيله، نجيب صيغة المبالغة نشيلها ونحط مكانها الفعل المضارع، ونشوف الفعل المضارع ده عمل ايه في اللي بعده. وخلينا متفقين ان اللي بعد اسم الفاعل بيسمى معمول، عشان لو اختلفت صيغة السؤال بتاعتك اعرب معموله. معموله هو الاسم اللي واقع بعد المشتق. لو بصينا مع بعض في الأمثلة بتاعتنا هنا، هذا هو النيل الجاري ماؤه. في نقطة مهمة قوي في المثال ده لازم نركز فيها. تالتة ثانوي عارفينها، خاصة بالهمزات في الوحدة الأولى. طب أولى ثانوي هنقولها دلوقتي. فين المشتق بتاعي؟ المشتق بتاعي الجاري، اسم فاعل عامل معرف بأل. طيب كل اللي هنعمله ايه؟ هنحط مكان اسم الفاعل بتاعي الفعل المضارع يجري. مين اللي بيجري؟ الماء. يبقى هو هنا عمل ايه؟ رفع فاعل. يبقى اما يقول لك المشتق اللي عندك عامل ولا غير عامل؟ عامل. ليه؟ في ألف ولام، فبيعمل بدون شروط. طيب عمل ايه؟ بحط المضارع واشوف اللي بعده. هو هنا من فعل لازم، جرى اللاعب، مش محتاجه اجيب مفعول به، اكتفى بالفاعل، فبالتالي رفع فاعل. من ضمن الشروط بتاعتنا انا بدي بعض الفنيات والتركات المهمه، ركز معايا.
احنا بنقول انه يكون معرف بال فبيعمل بدون شروط. طيب اذا لم يكن معرفا بال هيبقى عامل ولا غير عامل؟ هيبقى عامل بس بشروط معينه. الشرط الاساسي اللي هيمشي مع باقي الشروط انه بيدل على الحال او الاستقبال في المستقبل، ان الفعل يكون حدث الان او في المستقبل، وبالتالي لو دل على المضي في الماضي يبقى غير عامل. طيب ايه الشروط الثانيه؟ ان يكون المشتق بتاعي يعتمد. يعني ايه يعتمد؟ يعني يسبق، مسبوق بمبتدا، يعني المشتق بتاعي وقع خبر، سواء كان خبر لمبتدا او خبر لناسخ فبيكون عامل. خبر لفعل ناسخ او خبر لحرف ناسخ يكون عامل، لان انت حضرتك لما بتشيل الناسخ بيبقى عندي مبتدا وخبر، يبقى وقع خبر فاعتمد على مبتدا. انه بيعتمد على موصوف، يعتمد على نفي، يعتمد على استفهام، يعتمد على نداء، او ان المشتق بتاعي يقع حال. كل الاعتمادات اللي احنا بنقولها دي يا جماعه لابد من توافر الشرط الاول اللي هو الحال والاستقبال. يعني ممكن يكون معتمد على نفي، معتمد على استفهام، بس ما دلش على الحال ولا الاستقبال، دل على المضي، ففي الحاله دي بيكون غير عامل. شرط اساسي جدا، ده المهم بقى، التركات اللي احنا بنقولها. اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغه عشان تكون عامله لابد من توفر حاجتين، افتكرهم كده معايا، حاجتين: النون والتنوين. تاني، لابد من توافر حاجتين: النون، يعني لو اسم الفاعل او المشتق بتاعي جه مثنى او جه جمع مذكر سالم لابد من توافر النون بتاع المثنى او جمع المذكر السالم. في المعرف بال لابد من توافر التنوين في الاسم النكره بتاعي سواء مشتق من المشتقات. طيب تعالوا نبص كده الامثله اللي معايا. الابن محترم، حاطط لك تنوين ضم اهو. طب المشتق بتاعي نوعه ايه؟ اسم فاعل. احترم يحترم محترم. مين اللي احترم؟ الابن. عشان افرق ما بين اسم الفاعل واسم المفعول، خلي بالك ان اسم الفاعل دايما اللي عمل الفعل لازم تلاقيه في الجمله بتاعتك، لازم يكون موجود. مين اللي محترم؟ الابن، وحاطط لك تنوين، يبقى ده اسم فاعل. عامل؟ عامل يا مستر. ليه؟ لانه وقع خبر فاعتمد على مبتدا، اي سبق بمبتدا. طيب هنحط الفعل المضارع يحترم. مين اللي بيحترم؟ يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر، يبقى رفع فاعل ضمير مستتر. بيحترم مين؟ بيحترم ابوه اللي هو المفعول به، فبالتالي هقول ابوه ولا ابيه ولا اباه. اسماء خمسه، فالاسم اللي هيتحط هنا هيبقى مفعول به، يبقى بالتالي الابن محترم اباه، يحترم هو اباه. يبقى لما يقول لك اسم الفاعل هنا عامل، عامل. لماذا؟ اعتمد على مبتدا او وقع خبر. ما هو ما دام اعتمد على مبتدا يبقى وقع خبر. طيب اعرب معموله. رفع فاعل ضمير مستتر، يحترم هو، يحترم مين؟ اباه، مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه. طيب الفرق بين المثال ده والمثال ده، الابن محترم وما حطلكش تنوين، حط لك ضمه. واحنا قلنا في شروط عمل اسم الفاعل او اسم المفعول او صيغه المبالغه لابد من ثبوت التنوين. طب هنا في تنوين فبقى عامل، بالتالي هنا مفيش تنوين يبقى غير عامل، يبقى اسم فاعل ولكن ليس عاملا. خلي بالك من الملحوظه دي، لانه ممكن يسالك هو اسم فاعل ولا لا. اسم فاعل. طب عامل ولا غير عامل؟ غير عامل. طيب في حاله عدم ثبوت التنوين يبقى غير عامل، وبالتالي الاسم اللي بعده يعرب مضاف اليه. كلام جميل، يعرب مضاف اليه. يبقى في تنوين عامل، مفيش تنوين يبقى غير عامل. طيب تعالى للتركه اللي جايه دي وصحصح معايا وركز معايا. انا مش هديك اختيارات، انا بقول لك اعرب لي كلمه ابوه.
الابن ومش حاطط لك تشكيل ولا اي حاجه، وقال لك اعرب كلمه ابوه. طيب محترم دي انا بين خيارين، يا اسم فاعل يا اسم مفعول. نمسك مع بعض خطوه خطوه. لو قلت الابن هو اللي محترم فهي اسم فاعل، وبالتالي يحترم. مين اللي بيحترم الابن؟ الفاعل ضمير مستتر، وبالتالي المفروض احط اباه زي المثال الاولاني اهو. يبقى اذا دي مش اسم فاعل خلاص. ليه يا مستر مش اسم فاعل؟ عشان اللي بعدها مش منصوب، لان انا لو اعتبرت ان الابن هو اللي محترم فالمفروض المعمول بتاعه يبقى منصوب بالالف، اباه. كلام جميل. طب هنا المعمول جاي مرفوع، فبديهي جدا، ما هي اسم فاعل يا اسم مفعول، يبقى بديهي جدا ان ده اسم مفعول، بدليل ان المعمول بتاعه مرفوع، فبالتالي هعربه نائب فاعل. الابن محترم ابوه. حد اللي احترم ابو الابن، مش الابن هو اللي قام بالاحترام. فنركز مع بعض في الفنيات الجميله والمهمه دي. يبقى وجود تنوين مهم جدا في المشتق عشان يكون عامل. عدم وجود التنوين بيخلي المشتق بتاعي غير عامل، وبالتالي اللي بعده يعرب مضاف اليه، وهنا مجرور بالياء لانه من الاسماء الخمسه. طيب هنا ابوه ولا ابيه ولا اباه؟ هو اجبرك وقال لك اعرب لي ابوه، لانها لو اسم فاعل كان هيبقى اباه، انما الاسم مرفوع فبديهي ان ده اسم مفعول، لان اللي بعده مرفوع، لان الاسم المفعول معروف دايما عمله انه بيرفع نائب فاعل. لماذا؟ لانه بيشتق او بيصاغ من فعل مبني للمجهول. طيب تعالوا مع بعض نشوف الامثله دي. الابناء محترموا، والابناء محترمون. آباءهم آباؤهم آبائهم. والنقطة دي بقى المهمة اللي أنا قلت عليها في المثال الأول، تالتة ثانوي عارفينها. طيب جالك المثال ده يا بتاع أولى ثانوي، هتجاوب على طول لأن أنا قلته لك أهو، هوضحه لك، فركز معايا. إحنا قلنا لابد من ثبوت النون والتنوين عشان المشتق بتاعي يكون عامل. كلام جميل؟ كلام جميل. ولا بد من ثبوت التنوين، يعني ثبوت التنوين وثبوت النون. يبقى بالتالي خلي بالك، ان لقيت المشتق بتاعي مثنى او جمع مذكر يبقى لابد من وجود النون. ما دام النون موجوده يبقى المشتق بتاعي ده عامل. طب النون محذوفه، المشتق بتاعي غير عامل، وبديهي جدا ان اللي بعده هيعرب مضاف اليه لان النون بتحذف للاضافه. فبالتالي لما اقول الابناء محترموا هيبقى مضاف اليه مجرور. آبائهم، فآبائهم هنا يبقى. طيب هنا الابناء محترمون، النون موجوده، ثبتت النون، يبقى المشتق بتاعي عامل، هحط مكانه الفعل مضارع يحترمون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وهو الجماعه فاعل، يبقى الاسم اللي هيتحط هنا مفعول به منصوب، وما دام منصوب هختار آباءهم. طيب يا مستر ايه موضوع الهمزات دي؟ زي كلمه ماء، خلي بالك من التركايه والملحوظه المهمه دي قوي، اعرفها دايما. ايه بيقول لك؟ الاسم المنتهي بألف وهمزه، سواء اي اسم منتهي بألف وهمزه او اي جمع تكسير منتهي بألف وهمزه، يعني ماء اسمه منتهي بألف وهمزه، او اي جمع تكسير منتهي بألف وهمزه، ابناء، علماء. الاسم المنتهي بألف وهمزه ده لما بضيفه للضمير اكتب الهمزه على ايه؟ مفرده ولا على واو ولا على نبره او على الياء زي ما بيقولوا؟ الياء هي النبره عشان نبقى عارفين. خلي بالكم يا جماعه،
في ثالثه ثانوي في قاعده، الهمزه لو مضمومه وقبلها الف مد يبقى في الضم، خلي بالك، يعني الاسم واقع مرفوع، فبالتالي في ضمه، تكتب الهمزه على واو. فبالتالي هقول ايه في الرفع؟ هقول ابناؤهم. طيب في النصب يعني الاسم وقع منصوب ايا كان بقى، في النصب الهمزه هتكون مفتوحه وقبلها الف مد تكتب مفرده على السطر، اقول ابناءه. طب في الجر الهمزه هتبقى مكسوره، والهمزه ما دام مكسوره او الحرف اللي قبلها مكسور فالكسر هو اقوى الحركات، فلازم الهمزه تكتب على نبره. كلام جميل. يبقى يا بتاع اولى ثانوي خد المعلومه دي جديده ليك، اكيد بتاع ثالثه ثانوي درسوها وعرفوها من الوحده الاولى وكتابه الهمزات. يبقى خلي بالي من موضوع الهمزات. الهمزه الاسم المنتهي بالف وهمزه او جمع التكسير المنتهي بالف وهمزه عند اضافته لضمير، الاسم ده ما دام اتضاف لضمير يبقى الهمزه متوسطه بقت في النص. طب الهمزه لو جت مضمومه، مضمومه يعني ايه؟ يعني وقعت مرفوعه زي هنا فاعل فاتكتبت على واو. الهمزه لو مضمومه على واو، لو منصوبه تكتب مفرده على السطر اهي، لو الهمزه مكسوره تكتب على نبره ابنائه. كلام جميل، كلام جميل. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف اهم الفنيات اللي لسه جايه واهم التركات. نشوف مع بعض اهم الفنيات بتاعتنا ونكمل الفنيات المهمه جدا. طالب اولى، البنت حبيبتي بتاع اولى ثانوي، بتاع ثالثه ثانوي، الكلام ده مهم. عصفورين بحجر، بنضرب عصفورين بحجر، اولى وثالثه ثانوي. محمد مؤدي واجبه، بديهي جدا. خلي بالك المشتق مؤدي من ادى يؤدي، مؤدي اسم منقوص اخره ياء. ثالثه ثانوي تحضر معايا الاسم المنقوص اللي اخره ياء لازمه، بتحذف الياء في حالتي الرفع والجر بشرط عدم التعريف بال وعدم التعريف بالاضافه، يعني الاسم ما يكونش فيه الف ولام وما يكونش بعده مضاف اليه. فلو جه مرفوع او مجرور وفي الف ولام وجه بعده مضاف اليه ما احذفش الياء. وفي الرفع وفي الجر الاسم ده بيعرب بعلامات اعراب مقدره. انا بفكرك، انا عارف ان انت مذاكر بس انا بفكرك وبفكرك. طيب مؤد ومؤدي، احنا قلنا لابد من ثبوت التنوين. فين التنوين اللي موجود اهو؟ يبقى ده اسم فاعل عامل، احط الفعل المضارع يؤدي. مين اللي بيؤدي؟ محمد، الفاعل ضمير مستتر، بيؤدي ايه؟ واجبه، يبقى مفعول به. انما هنا مفيش تنوين، يبقى على طول ده اسم فاعل غير عامل واجبه مضاف اليه. تعالى بقى، تعالى وركز معايا في المثال ده. محمد فاهم درس امس. محمد فاهم درسه امس. انت هتلخبطني ليه يا مستر؟ ما هو من الاثنين، هو فهم امبارح الدرس. طيب تعالوا كده نركز مع بعض ونشوف فين المشتق بتاعي. اهو يا مستر، اهو يا مستر. فاهم اسم فاعل، كلام جميل. عامل، عامل. عامل ليه؟ لانه سبق بمبتدا، سبق بمبتدا او اعتمد على مبتدا او وقع خبر، كلها واحد. طيب انا قلت في اول كلامي ان لازم اسم الفاعل عشان يكون عامل انه بيعتمد على مبتدا، اي يسبق بمبتدا او نفي او استفهام او نداء او يسبق بموصوف يعني وقع نعت او يقع حال. بس انا قلت مع الشروط دي كلها لو مركزين، قلت في شرط لابد من التوافر مع الشروط دي، انه بيدل على الحال او الاستقبال. انما لو دل على المضي امبارح امس ما يبقاش غير عامل.
ما يبقاش عامل، اسف، يبقى غير عامل. طيب محمد فاهم درس امس، نفهم من المثال ده ايه؟ ان محمد فهم درسه امبارح، ولا النهارده محمد فهم الدرس بتاع امبارح؟ اجي اقول لك خد يا محمد تعالى، احنا النهارده اهو، فهمت درس امبارح؟ اه يا مستر، انت فهمت الدرس بتاع امبارح بس انت النهارده، يبقى دل على الحال. انما اما اقول محمد فاهم درسه امس امبارح، يبقى ده كان امبارح. هو محمد فهم درسه امبارح؟ ايوه فهم درسه امبارح، يبقى الكلام ده بتكلم في الماضي امس. يبقى اذا المثال الاول عامل والمثال الثاني غير عامل، لان المثال الاول دل على الحال. النهارده يا محمد، يا محمد تعالى، خد يا منيل تعالى، فهمت الدرس بتاع امبارح؟ ايوه يا مستر فهمته طبعا. يبقى انا بكلمك النهارده، محمد فاهم درس امس. يبقى كلمه امس هنا ما تبرجلنيش، ما تعمليش لخبطه. يبقى اسم الفاعل هنا عامل، يفهم. مين اللي بيفهم؟ محمد. يبقى رفع فاعل ضمير مستتر تقديره هو اللي عايد على محمد. فاهم ايه؟ درس. يبقى مفعول به منصوب بالفتحه. يبقى المعمول بتاع اسم الفاعل فاعل ضمير مستتر ودرس مفعول به. يبقى هنا محمد اسم فاعل عامل ولا غير عامل؟ لا ده غير عامل، لانه دل على الماضي وبالتالي درسه هنا تعرب مضاف اليه. يبقى في اسم الفاعل غير العامل او اسم المفعول غير العامل او صيغ المبالغه غير العامل، اللي بعده على طول مضاف اليه. طيب ركز في التركايه المهمه دي عشان خاطري، عشان مصلحتك. أمحمد فاهم درسه؟ فين المشتق بتاعي؟ خلي بالك من دي، فين المشتق بتاعي؟ فاهم اسم فاعل؟ اسم فاعل على وزن فاعل. عامل؟ عامل. طيب عامل ليه؟ ايه سبب عمله؟ هتقول لي يا مستر اصله سبق بمبتدأ اهو. طيب ما انا حضرتك مسبوق بهمزة استفهام، يبقى انا عندي اتنين، ايهما؟ هل فاهم اسم فاعل عامل لانه اعتمد على مبتدأ ولا اعتمد على استفهام؟ اسم الفاعل لو جالك حاجة زي المثال ده بيعتمد على الأقرب، يبقى اعتمد على مبتدأ. كلام جميل. يبقى لو جالك في الاختيارات بتاعتك هل عامل لأنه اعتمد على مبتدأ ولا اعتمد على استفهام؟ لا ده اعتمد على مبتدأ الأقرب ليه. تعالى استكمالا للفنيات بتاعتنا والتركات بتاعتنا. المؤمن حامد ربه، حضر حامد درسه. حامد على وزن فاعل، حامد على وزن فاعل. بس خلي بالك من الملحوظة المهمة دي، اسم الفاعل لو سمي به اسم صار علما جامدا غير مشتق. طيب مين اللي حضر؟ حامد، ده اسم شخص علم، ما يبقاش اسم فاعل نهائي. انما هنا المؤمن حامد ربه، مين اللي حمد؟ المؤمن. اسم الفعل يا جماعه المشتقات خلي بالك لابد ان تدل على حدث، حاجه حصلت، وهنشوف في الكلام الجاي. فهنا مين اللي حمد ربه؟ المؤمن. انما حمد هنا علم، فلو سمي باسم الفاعل اي صار علما يصبح غير فاعل جامد غير مشتق، ما يبقاش اسم فاعل خالص. فلو جالك المثالين دول وقال لك اختار اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل ليس اسم فاعل ليس اسم فاعل اسم فاعل، بينوع لك، خلاص احنا عرفنا ان ده اسم فاعل.
ده سمي أصبح علم، فليس اسم فاعل مشتق، علم جامد. طيب، من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، لو جالك المشتق بتاعي من الأفعال المتعدية المفعولين اللي بتنصب مفعولين، مفعول أول ومفعول تاني. وطبعا احنا عارفين إن عندي الأفعال اللي بتنصب مفعولين يا إما مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يا إما مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، اللي أصلهما المبتدأ والخبر الأفعال اللي بتفيد اليقين، علم، وجد، رأى. الأفعال اللي بتفيد الرجحان، ظن، حسب، زعم، خال. الأفعال اللي بتفيد التحويل، جعل وصار. الأفعال اللي بتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر عديدة جدا: منح، منع، أعطى، سأل، كسى، ألبس. فأنا عندي ممنوح اسم مفعول من الفعل منح ولا منح؟ لا، من الفعل، عذرا، من الفعل منح، لأنه لازم بيصاغ من الفعل المجهول. طيب، يبقى معنى كده إن الفعل بتاعي ده يا جماعة بينصب مفعولين. كلام جميل. تعالى بقى، فهنا اسم المفعول معروف إنه مشتق من فعل مبني للمجهول، فبديهي جدا يا شباب ويا بنات إن الفعل يكون محذوف، لأن المفعول به بيحل محل الفعل ويبقى نائب فاعل. فعشان كده بنقول إن عمل اسم المفعول بيرفع نائب فاعل، فبالتالي ممنوح الطالب، فالطالب نائب فاعل. طيب، جائزة تعرب إيه؟ تعرب مفعول به ثاني. طب نوضحها لك أكتر؟ تعال أوضحها لك أكتر. أصل المثال إيه؟ منح المعلم الطالب جائزة. فعل، فاعل، مفعول به أول، مفعول به ثاني. طيب، أما نبني المجهول هقول منح واحذف الفاعل، والطالب هي اللي هتبقى نائب فاعل أهي، وجائزة هي اللي هتبقى المفعول به الثاني. فخلي بالك من الملحوظة والتركاية المهمة جدا جدا، ونستكمل الفنيات بتاعتنا. نركز مع بعض في بعض الفنيات اللي جاية دي. أما يقول أنت طالب عجول في المزرعة، أنا مش هنطق الكلمة. حضرتك أول ما تشوف الكلمتين هتقول لي يا مستر على وزن فعول، صيغة مبالغة. لا، استنى، مش أي كلمة على وزن فعول تبقى صيغة مبالغة. الاتنين على وزن فعول، اختلاف التشكيل يطلع الكلمة من صيغة المبالغة خالص. فأنا بقول أنت طالب عجول أي كثير الاستعجال. عجول على وزن فعول بالفتح، يبقى دي صيغة مبالغة. أنا لما بقول في المزرعة عجول، هي عجول على وزن فعول، اختلاف التشكيل يطلع الكلمة من صيغة المبالغة. طيب، خلي بالك معايا في المعلومة اللي جاية. وصل الخبير إلى المعمل وأنت خبير في عملك. هتقول لي الاتنين صيغة مبالغة، خبير وخبير الاتنين على وزن فعيل. هقول لك لا، ستوب، خليك معايا كده وصحصح. المشتقات بتاعتي عشان تكون عاملة لابد أن تدل على حدث، حاجة حصلت. ولكن المشتق لو دل على مهنة أو حرفة ما بقاش مشتق. في اسم الفاعل بيكون مشتق بس غير عامل. في صيغة المبالغة ما بيكونش مشتق، ما بيكونش صيغة مبالغة أصلا. فخلي بالك من المعلومة المهمة دي. يعني لما أقول حضر المعلم إلى المدرسة، المعلم اللي حضر، هتقول لي اسم فاعل أصل معرف بأل، ومعلم من علم يعلم، معلم. كلام جميل، بس هنا المعلم مهنة، المعلم اللي حضر. تعال بص المثال اللي بعده: أنا معلم الطلاب. أنا اللي علمت، في حدث حصل، في حاجة حصلت، أنا اللي علمت الطلاب، ففي حدث. يبقى التانية اسم فاعل عامل، أما الأولى اسم فاعل غير عامل. إنما في صيغ المبالغة لو دلت على مهنة ما بتكونش صيغة مبالغة.
اوعى تقول لي انها صيغه مبالغه بس غير عامله. انا بقول وصل الخبير الى المعمل وانت خبير في عملك، الاثنين على وزن فعيل. لما اقول انت خبير فانت اكثر خبره وانت اكثر درايه في عملك، ده في مبالغه. فرق اما اقول انت لاعب كره وانت لعيب، انت كده انا ببالغ، انت ولد ايه ما شاء الله اكثر مهاره وحرفه. فهنا خبير فعيل صيغه مبالغه، اما هنا خارج اللعبه بتاعتنا خالص. فلما يجي لك في الاختيار الخبير صيغه مبالغه عامله، صيغه مبالغه غير عامله، ليست صيغه مبالغه، لا دي مش صيغه مبالغه ما دام دلت على مهنه. انما لو في اسم الفاعل ودلت على مهنه بتكون اسم فاعل بس غير عامل. هنا لا صيغه مبالغه ولا عامله ولا غير عامله، فهي مش صيغه مبالغه اصلا. كلام جميل، كلام جميل. تعال بقى للمثال ده. اما اقول المعلم مانح المتفوقين جوائز، فين المشتق بتاعي؟ مانح اسم فاعل. عامل؟ عامل يا مستر. ليه عامل؟ لانه اعتمد على مبتدأ، اي سبق بمبتدأ، اي وقع خبر، فاي حاجه من الاختيارات الثلاثه صح. طيب مانح من الافعال اللي بتنصب مفعولين، ليس اصلهما المبتدأ والخبر. مين اللي مانح؟ المعلم، يبقى الفاعل مستتر، يبقى عمله رفع فاعل ضمير مستتر. مانح مين؟ المتفوقين، مفعول به اول. جوائز مفعول به ثاني. طب لو كتبت لك المثال ده، ممنوح جائزة، وعايز اعرف كلمة جائزة، عايزين نعرف كلمة جائزة. ممنوح اسم مفعول من الفعل منح. عامل لأنه اعتمد على استفهام. كلام جميل. عايز أعرف كلمة جائزة. نرجع للمثال ده. مين اللي منح؟ منح المعلم. منح مين؟ منح المتفوقين. منحهم إيه؟ جائزة. فأنا لو رجعت للفعل هقول منح المعلم المتفوقين جائزة. فأنا عندي الفاعل بتاعي أهو المعلم، المتفوقين ده المفعول أول، وجائزة ده المفعول الثاني. فهو جاب لك كلمة جائزة. فجائزة لما هاجي أعربها هتقول مفعول به ثاني منصوب بالفتحة، لأن الفاعل بديهي إنه محذوف، لأن الفعل مبني للمجهول، والمفعول به الأول اللي حل محل الفاعل محذوف، اتبقى لي المفعول به الثاني. كل المنى بالتوفيق. في النهاية أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في توصيل المعلومة، أكون قدرت أن أنا أضيف لكم معلومة جديدة، أهم الفنيات والتركات الخاصة بالمشتقات لسنة أولى ثانوي، ومعاهم ثالثة ثانوي في الوحدة الثانية بتاع المشتقات. أتمنى التوفيق من كل قلبي. ربنا يكلل تعبكم ومجهودكم بالنجاح الدائم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. الحصة القادمة هتناول فيها النواسخ الناقصة والتامة، اللي برضه هتفيد سنة أولى وهتفيد سنة ثالثة في الوحدة الثالثة من النحو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.